شكرا. كلمة الآن الأستاذ مصطفى الجندي. أستاذ مصطفى الجندي خرج من القاعة. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيادة الرئيس، الإخوة الأعزاء، احنا جينا هنا هوت بإرادة رب هذه الثورة وقائد هذه الثورة الذين يدعون أن ليس لها قائد، ولكن لها قائد هو الله الذي حرك قلوب واستخدم الضعفاء لكي يسقط بهم العاتية، وحتى لا ينسب الفضل لنفسه أحد. فقائد الثورة هو الله، وبالتالي يجب أن نتعامل مع شهداء الثورة أنهم جند الله، ويجب أن نقتص لهم طبقا لشرع الله. واقفين بيقولوا لنا ده بلطجي وده شهيد وده كان بيدافع وده مش عارفين ايه وده مش عارفين الطلقة طلعت من مين. احنا عارفين ان قرار اللي يتاخد بضرب النار بيتاخد من رئيس الجمهورية الوزير داخلية لرؤساء فروع في الشوارع. العملية واضحة، حتى لو واحد بس، حتى لو مبارك واحد بس كان شهيد، فالاعدام والقصاص هو الحل الوحيد. نمرة 2، الشارع مش مستني مننا كلام، الشارع عايز يشوف مننا في شهر اللي اضطر هو يحصل عليه اثناء سنة كاملة بدم شهداء جداد من 25 حتى النهاردة، اضطر يحصل عليهم بالدم. وعايز يشوف في شهر مكتسبات لهذه الثورة وحقوق هؤلاء الشهداء والاراضي بتاعت الحرامية اللي موجودين دول بتتوزع على شبابنا. الشعب هيرتاح، ام الشهيدة هتنام. لكن تقول لي انزل احتفل، احتفل بايه؟ طب مين المعازيم؟ لما يجي واحد اخد 5 فدادين يجي يحتفل، واحد مرتبه زاد يجي يحتفل، حتى لو مرتبه ما زادش ولقى واحد كان بياخد 5 مليون ونزل بقى 50,000 يحتفل. لكن هنحتفل على ايه؟ احنا عندنا ما بناخدش العزاء الا لما القصاص يتم. مش عندنا يعني في بحري، ده في بحري وفي قبلي وفي كل مكان. وانتوا اكتر ناس. النهارده كل ما باخد يا ريس هذا المجلس برتعد لاني شفت قدرة الله التي توقعتها حينما اجتمع الانس والجن ان يهبوا الملك الجمال. ومن 5 سنين انا قلت لك يا ريس، وقلت لحسين وقلت لاخواتي هذا اخر برلمان، لان اجتمعوا ليهب الملك لمن لا يستحق هذا الملك. فيا ريس ارجوكم، لو مش عايزين الشارع دوت يفضل ورانا ويزق فينا، احنا اللي نقوده ونديله. والله في اسبوع نقدر نديله طلباته اللي هو طلب بيها لمدة سنة، وكان لازم يطلع ويعتصم ويموت عشان ياخدها. اليوم ده هنبقى نواب للشعب. وما تنسوش ان الشرعية العظمى هي اللي اتت بنا الى هنا، هي شرعية الشعب، هي شرعية الشعب، هي شرعية الشعب، ونحن خدام هذا الشعب. شكرا يا ريس.